هو أنت عمرك حبيت حد وهو مش مهتم، أو مثلًا اتعلقت بحد بيعاملك ببرود، أو بدأت تسأل نفسك أنا تمام والّا محتاج دعم فني؟ استنى، استنى معايا، علشان في علم وراء اللي بيحصل ده، وصدّقني ممكن تكتشف إنك مش مجنون، أنت بس إنسان. في سنة من السنين يا صديقي العزيز، مجموعة علماء قرروا يعملوا تجربة لطيفة كده، قال لك نجيب ناس ونخلّيهم يتكلموا مع حد على النت. بس الصدمة إن الطرف التاني كان مش بني آدم، كان روبوت شات، أيوه زي ما سمعت كده. وكل ما الروبوت يتجاهل الشخص، الشخص يتعلق أكتر، والله. بس الناس بتحب اللي بيتجاهلها، وده اسمه في علم النفس تأثير الندرة. الحاجة اللي مش في إيدك دايمًا بتبقى أغلى من اللي جنبك. في علم النفس بيقول لك إيه، يا عم المخ بتاعك مش رومانسي أوي، هو كيميائي أكتر. فلما حد يهتم بيك المخ بيفرز دوبامين، هرمون السعادة، وهو أول ما الشخص بيبعد المخ يدخل في أعراض انسحاب، زي ما تكون كده اتمنعت من كوباية القهوة أو عن الحلقة الأخيرة من المسلسل اللي أنت كنت متعلق بيه، وتلاقيك بتقول فينه؟ ليه ما بعتليش؟ هو بيكلم مين؟ وهنا أحب أقول لك مبروك، أنت دخلت في دوامة التعلق العاطفي. يعني ببساطة أنت مش بتحبه، أنت بتأدمن وجوده، شبه القهوة كده بس من غير الكافيين ولا الطعم ولا الكوباية أصلا. طيب والحل نعمل إيه؟ افهم الفرق بين الحب والاحتياج، راقب مشاعرك، اسأل نفسك دايما، هل أنا فعلا بحبه ولا متعود عليه زي العادة السيئة؟ المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتتعلق بحد مش بيهتم، فكر هل هو حب ولا دماغك بتلعب بيك. وسؤال الحلقة النهاردة، هل حصل معاك ده قبل كده؟ كتبت له وانت عارف انه مش هيقرأ، استنيته يرد وهو اونلاين؟ فاحكي لي في الكومنت وخلينا نفتح قلوبنا لبعض. اخيرا لو الحلقة دي لمستك ولو حسيت انك مش لوحدك، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، لأننا جاي لك بحلقات أكتر تشرح لك دماغك قبل ما تتوه. سلام.